يسعد اوقاتكم متابعينا الكرام، رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. وصفتنا اليوم طريقة تحضير القطايف او البغير الجزائري، طريقة سهلة وبسيطة وسريعة. بنحتاج لتحضير القطايف 3 كاسات طحين، بالإضافة لنص كاسة سميد، بالإضافة لمعلقتين ونص من السكر. رح نضيف عليها رشة ملح، ورح نضيف عليها ظرف بيكنج بودر 10 غرامات. طبعا ظرف البيكنج بودر في بعض التعليقات عم تجيني شو هو البيكنج بودر. البيكنج بودر هي في بعض البلدان بيقولوا لها بيكنج بودر، وفي بعض البلدان بيقولوا لها خميرة الحلويات. بالإضافة لظرف خميرة كمان 10 غرامات. هلا رح نضيف عليها كاستين من المي الدافي، بالإضافة كاستين من المي. هلا رح نشغل الخلاط لمدة 5 دقائق. وهلا بعد ما خفقنا المزيج لمدة 5 دقائق رح نتأكد انه ما في اي تكتلات. رح نسكبه بزبدة، وبهيك تأكدنا انه ما في اي تكتلات تخرب شكل القطايف. بقي عنا انه نترك المزيج ليرتاح لمدة 10 دقائق. رح نغطيها بالستريشت. وبهاي المدة ومشان نستغل الوقت رح نحضر فيها القطر. طبعا القطر ما في داعي انه يصور لكم اياه، عبارة عن 4 كاسات سكر بالاضافة لكاستين مي. رح نحطهم على النار وبس يغلوا رح نضيف لهم عليها معلقة عصير الليمون، ونتركهم يغلوا لمدة دقيقتين، وبنطفي تحتهم وبنضيف عليهم معلقة ماء زهر ونتركهم ليبردوا. انتظرونا وتابعوا الفيديو للآخر، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم إشعار أثناء نشر كل فيديو. وهلا بعد ما تركنا المزيج لمدة 10 دقائق لحتى يختمر عنا، وهلا رح نبدأ بسكب القطايف. عندي هون طواية تيفال رح استخدمها لسكب القطايف. فيكم تستخدموا اي طواي او اي صاج لسكب القطايف، بس من المفضل انه تستخدموا طواي تيفال لحتى يصير عنا القطايف شكلهم كويس ومثل اللي بنشتريهم من السوق وما يتحرقوا عنكم من الاطراف. طبعا فيكم تستخدموا للسكب الكبجة او ركوة قهوة او ابريق او اي شيء بيسهل عليكم عملية السكب. بعد ما انتهينا من سكب القطايف صاروا عنا بهذا الشكل. هلا بدنا نحشيهم بالقشطة. راح احط لكم رابط طريقة تحضير الحشوة لجميع انواع الحلويات بصندوق الوصف. ادخلوا عليه وادخلوا على الرابط وشوفوا كيف تتحضر حشوة الحلويات. بسم الله.
وهيك بكون انتهت وصفتي. شوفوا لي على المنظر هذا. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. لا تنسوا تشاركوا الفيديو. انتظرونا فيديو جديد ووصفة جديدة. شكرا كثير لكم.